اذا السلام عليكم ورحمه الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. يلا نشوفوا شنو وقع اليوم عاوتاني، ما نطولش عليكم. خرجهم انسحاب. اذا انسحاب سالا الماتش. حنا كنهضروا على هذه القضيه ديال سالا الماتش. انه يتم التوقيف ديالو ب5 سنوات، ما عمره غادي يدرب. المصور الخاص لفريق الجيش الملكي من دخول أراضيها لتغطية المباراة التي ستجمع بين الجيش الملكي وشبيبة القبائل. هذيك مسؤوليه ديال الكاف، حنا غنرجعوا لها. المسؤوليه ديال الكاف هي اللي كتحمل. حنا المغرب بلد منظم، هي اللي كتحمل المسؤوليه داك الشيء اللي دار لاربيس. هي المسؤوليه ديال الانسحاب ديال هذاك المدرب. خصو يدخل الملعب بهذيك الطريقه. واش فوضى داخل الملعب وكيخرج في اللعابه بهذيك الطريقه؟ خرجهم انسحاب. اذا انسحاب سالا الماتش. حنا كنهضروا على هذه القضيه ديال سالا الماتش. وبالمناسبه رجعوا للنهايات ديال كاس افريقيا باش نكونوا منصفين. حتى المغرب ملي لعب مع تونس في 2004 ربما راه سمعتي اش قال على الكولاسه خارج التيران وداخل التيران. صح الدوله صح. في كاع الملتقيات اللي دازوا ديما الدوله المنظمه كدير جميع الطرق باش دير لاكوب. حنا ما داروش هادشي، حنا ما درناش هادشي اللي بغيت نقول انا. ما دارش. ومع ذلك الكراغله خلاو ما داروا من اتهامات كاذبه ضد المغرب، محاوله تزوير الحقيقه، رغم انهم راه كتشوفوا في الاخر الاداء ديال المنتخب ديالهم والاداء ديال المنتخب ديالنا امام نفس المنتخب. نعطيو مثال نيجيريا، فالجزائر داروا 0 تسديده مع نيجيريا. انا خليتي الامور لانه انت عندك تظاهرات اخرى والعالم كيشوفك، وانت الهدف راه الهدف كان هو لاكوب. ما ديناش واحد المده، ولكن راه كاين هدف اخر اللي نجحنا فيه، وهو هذا الترويج. هذا كل شيء الصحافه العالميه اللي منصفه كتقول لك المغرب مستعد من غدا يدير المونديال. كل شيء هذا ايجابي. هذا ربحناه كدوله. هذا الشيء علاش كنقول راه حنا من وراء كاس افريقيا راه غتكون مخاطر اخرى اللي جايه، لانه كيبان لهم المغرب مشى عليهم بزاف على الافارقه، مشى عليهم بزاف. الله يحفظ لينا بلادنا، ديما الفوق ديما مغرب، ولا عزاء للحاقدين. الكراغله عياو ما يحاولوا ويطيحوا ويخسروا الصوره، وفي الاخر غير هما اللي كيخسروا، وغير الصوره ديالهم هي اللي كتشوه. اعلام العالمي لا الاوروبي ولا العربي مصدومين وكيشكروا في الانجازات اللي دار المغرب خلال هاد التظاهره الكبيره، وجاو نجوم كبار لاعبي كره القدم وتفرجوا في مباريات في المغرب، وكل شيء عاجبو الحال الا الجيران. غيبداو يشوفوا واحد النظره اخرى، وغتوقع فين ما تكون شي تظاهره غيجي شي واحد يبدا يقلب لك على هاد الحوايج. حنا قلت هو شاف مع الجديد. شنو قلت لكم الاخبار اللي فايته؟ قلت لكم راه مدرب ديال السنغال غيتم الايقاف ديالو، وعقوبه غادي تكون قاسيه. واليوم لجنه التاديبيه للكاف قررت انه يتم التوقيف ديالو ب5 سنوات، ما عمره غادي يدرب مده 5 سنين، وان شاء الله بين الايقاف مدى الحياه. وانتم شنو بان لكم؟ يقدر انا كيبان ليا يتم الايقاف المنتخب السنغالي في كاس العالم. هادشي هو اللي بغينا. هاد المهزله ما خصهاش مازال تعاود. اذا كما سمعتوا داكشي اللي داروا مهزله. هذاك راه كان انسحاب، وكان خصهم يخسروا المباراة. فغير المغرب او المنتخب المغربي تساهلوا معاهم وخلاهم يرجعوا يكملوا المباراة. ورغم ذلك راك شفتوا الشوهة اللي داروا السنغال وجمهور السنغال، والكاف غادي تنزل عليهم دابا بعقوبات صارمة للمدرب ولا اللاعبين، ونتمناو يوقفوهم ما يشاركوش في كأس العالم بطبيعة الحال. السلطات الجزائرية تواصل منعها للصحفيين المغاربة الرياضيين والمصور الخاص لفريق الجيش الملكي من دخول أراضيها لتغطية المباراة التي ستجمع بين الجيش الملكي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا، والمغاربة يطالبون بالرد. كما سمعتوا الكراغلة ما خلاوش المصور ديال الجيش الملكي يمشي، وكاين واحد الحصار كبير وبزاف ديال العراقيل. اذا هادشي كيعني انهم ما باغينش الحقيقه ديالهم تبان وتعرف، والتصوير يفضح الواقع ديالهم اللي كيعيشوا فيه. بالمثل في مباراة العودة
حيث أن الجماهير العسكرية تم منعها. وقال لك ماشي غير الصحافه، فراه حتى الجمهور تمنع من التنقل، حيت خرجوا بلاغ كيشكيو فيه من التماطل في السفارات الجزائريه اللي ما بغاوش يعطيوهم التاشيرات الفيزا، واخا دفعوا الوراق ديالهم كاملين وما ناقصينهم حتى حاجه، مع ذلك ما عطاوهمش الفيزا. كذلك من التنقل إلى هناك في ظل رفض الجزائر إعطائهم التأشيرات أو الفيزا، ودفعوا رغم أنهم دفعوا جميع الأوراق المطلوبة. الجزائري نور الدين بوعشيرة مساعد مدرب المنتخب السنغالي ويده اليمنى في كل شيء، هو اللي طالب مدرب السنغال بمهاجمة التنظيم المغربي. شوف الشياطين الكولسه وكيحاولوا يطيحوا بأي طريقه، لا حول ولا قوه الا بالله. لكأس افريقيا فور وصوله للرباط، وهو النيت اللي كان كيضرب في الهاتف اللحظه ديال طالب مدرب السنغال بمهاجمة افساد المقابله باي طريقه مقابل اموال طائله والفوز بالكاس مع تحمل اي قرار ياتي من الفيفا والكاف مثل العقوبات. يعني هما كانوا عارفين ان هذا الشيء غينتج عليه انهم غادي يعطيهم واحد العقوبات، كيف ما كتشوفوا فراد الكره غلاد وزادوا فيه بزاف. مهاجمة التنظيم المغربي لكأس افريقيا فور وصوله للرباط، وهو النيت اللي كان كيضرب في الهاتف اللحظه ديال تعلق الامر بان البوليزاري صيبت واحد الوفد ديالها ومشى الى واشنطن باش انه يعني يبدا يتفاوض مع المملكه المغربيه بطبيعه الحال في قضيه يعني سميتو النزاع المفتعل حول الصحراء المغربيه، وصيبوا واحد هذا في ذاك مع سميتو علي بيسط وفي واحد المجموعه ديال الاشخاص. اليوم الجمعه هاد المؤمنين غادي يتلقاو الصدمه ديال العمر. دخلوا الاخوان والاخوات قال لهم اجيو لواحد القاعه غادي يجي عندهم واحد من المخابرات الامريكيه، قال لهم هاد النقطه غنساليوها دابا ونفاريوها دابا، المفاوضات ديالكم ستكون في الاطار ديال مقترح الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه وبس، انتهى الكلام. سالات الهضره، الصحراء مغربيه والصحراء في مغربها. شنو كتظنوا الاخوان والاخوات الرد ديالهم؟ لا حنا وراه هكا ولا القرار ديال ابدا، لم يعتذروا، سكتوا الاخوان والاخوات وصمتوا صمت القبور. سير يا الكاف الله يرضي عليك، اما كاين هاد التوقيف، حبس الماتشات وخرج سير في حالك وجري عليا نجري عليك، والله ما نسكتوا على حقنا. هذاك الشيء اللي كاين، غنديو حقنا ومدوبل ان شاء الله باذن. الواحد بيستغرب من الكاف الافريقي الفاسد، الكاف الافريقي اللي دايما ضد المغرب في كل شيء. تخيل معايا النهارده نزل العقوبات على المنتخب الجزائري. انا كنت منتظر ان انا اشوف عقوبات صارمه وحاسمه وعقوبات قويه وعقوبات فعلا تؤثر على المنتخب الجزائري، لكن كل الكلام ده ما حصلش. فعلا داك الشغب اللي دار لا من طرف الجماهير لا من طرف اللاعبين، فرا داك الشيء راه كثير خص عقوبات كبيره. عشان تعرف ان دايما الكاف الافريقي يتعاطف مع الجزائر، عشان تعرف ان دايما الكاف الافريقي بيقف مع الجزائر. متخيل معايا بعد احداث الشغب اللي احنا شفناها بين الجزائر ونيجيريا، مش عارف كم $1000 على بسبب شغب الجماهير، وكم $1000 مش عارف بسبب اللي عملوا لاعبين المنتخب الجزائري مع المنتخب النيجيري، وكم مش عارف $1000. يعني المجمل كله حوالي $50,000 اللي خسرهم الجزائر بعد هذه المشادات وبعد هذا الشغب وبعد قلة الأدب وعدم الاحترام اللي احنا شفناه. شفت الكاف الافريقي حنين ازاي على الجزائر؟ ده انت بتدي الفرصه للجزائر انزل عليك عقوبات اي كلام. اوعى تخاف من العقوبات، روح وكسر واعمل اللي انت عايزه واعمل شغب، والعقوبات هتلاقيها سهله بسيطه، ما تخافش اي كلام. طب واللي احنا شفناه من الجزائر ده، انا عايز افهم الشخص اللي دخل ملعب مولاي الحسن وأعزكم الله يعني تبول على الكرسي اللي هو قاعد عليه بطريقة مستفزة. حاشاكم من هاد الافعال ديال الحيوانات، حاشا شكون هاد الافعال ديال البشر،
وحتى من الحيوانات كيقضيو الحاجه ديالهم في الخلاء وكيغطيوها. انسحاب. اذا انسحاب سالا الماتش. حنا كنهضروا على القضيه ديال سالا الماتش. انه يتم اذا كان هذا هو نهايه ديال الفيديو. متنساوش تخلوا لنا الراي ديالكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله يحفظ لنا بلادنا. كتبوا امين في كومونتير. والسلام عليكم.